كده كده حاطط في دماغك التابلت الهواوي اللي مفيش منه اتنين، اللي مغرق السوق، اللي انت هتلاقي 500 مراجعه عليه على اليوتيوب. بتجيب الام 5 بقى، حاجات الايباد الام 5 اللي ب 77000 والام 4 اللي ب 65000. انت بتعمل ايه عندي في الفيديو يا اسطى؟ السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ تشتري ايه وانت لسه داخل الكليه جديد؟ في الاول كده ما تنساش اللايك والاشتراك وفولو انستا حبيب اخوك، ويلا بينا. دي كانت حياتك. خلينا متفقين في الاول كده يا جدعان، وانت داخل الكليه عادي تاخد شنطه. هتحط ايه في الشنطه؟ قلم جاف وازازه ميه، ممكن تشتريها ب5 جنيه او 10 جنيه حسب انت بتجيبها صغيره ولا كبيره، او تجيب زمزميه. فكك بقى من شغل المج الكبير اللي هو الحراري ده، اللي انت هتقعد تقول لي ده انا هشرب الايس بانش لاتيه بالزياده موكا، زياده كاتشب، زياده مش عارف ايه. الكلام ده يا جدعان مفيش منه في كليات. هتقعد تشرب لي الجرمق ده كله بقى وتشرب لي شاي والشغل ده، والناس بقى كده هتحط في بالي ان انا كاريزما وبشرب حاجه سخنه. الكلام ده يا جدعان مفيش منه. تاخد يا الايباد بتاعك او التابلت بتاعك، القلم الجاف الجميل بتاعك، وازازه ميه بلاستيك. مفيش حاجه تانية بتتاخد في الكليه. عايز بقى فاهم، لو بنت مثلا عايز تاخد حاجات زياده مثلا ليها هي، مش عارف بقى بياخدوا ايه معاهم، مفيش حاجه بتتاخد تاني. طبعا في حاجات ممكن تتاخد تاني، لو مثلا حد بيعمل دعايه لسبلايز الكليه يبعت لي انستا، يعني عادي، انا ما عنديش مانع، عادي ممكن اتخلى عن اللي انا قلته ده دلوقتي عادي. لو حد عايز يبعت حاجه ابعت لي انستا. هل دي كانت حياتك؟ بقى في الاول كده يا جدعان نقسم الكليات لنوعين، كليه نظريه وكليه عمليه او مش نظريه، يعني فاهم. الكليه النظريه اي كليه نظريه، سواء بقى طب بشري، طب اسنان، عامه الكليات الطبيه بفروعها، كليه فيها نظري كتير، اي حاجه فيها نظري كتير ما فيهاش حاجات عملي كتير، دي كليات بتجيب لها ايباد او تابلت. ده الف ب كده. الكليات بقى اللي هي العمليه او عامه الكليات اللي فيها تكنولوجيا، سواء حاسبات ومعلومات، ذكاء اصطناعي، هندسه فيها تصميم برضو والحوارات دي، ده بيحتاج لابتوب او تجميعة بي سي بس، فاهم، عشان الناس، عشان بقى حوار البروجكت والكلام ده بقى، وانا هروح الكليه لازم اخد معايا جهاز مش عارف ايه، بيجيبوا لاب. انا اصلا برشح تجميعة بي سي، يعني لانها بتبقى احسن بكتير من اللاب وتبقى ارخص منه، يعني بتدي اداء بسعر ارخص. فتمام، هنشوف دلوقتي الجزئيه دي. فاي بقى كليه فيها نظري او فيها مثلا تصميم اللي هو رسومات او حاجه من دي وتلوين واقعد اصمم بالايد، دي هنتجه للتابلت والايباد. طبعا هتقول لي اجيب تابلت ايه؟ طبعا انا عارف ان انت كده كده حاطط في دماغك التابلت الهواوي اللي مفيش منه اتنين، اللي مغرق السوق، اللي انت هتلاقي 500 مراجعه عليه على اليوتيوب. احب اقول لك ان انا من وجهه نظري ومن وجه استخدامي للتابلت ده اللي انا استخدمته في ايدي كده، التابلت ده حلو. التابلت ده مفيش منه يا جدعان في المذاكره، جامد عن تيل مذاكره بامانه الله. والله اي حاجه غير المذاكره هتلاقيه بيعلق فيها، العاب بيعلق فيها، بيستحمل ايوه العاب بيتلعب عليه، بس اول ما تضغط عليه مثلا فتره زمنيه طويله هتلاقيه بدا يسخن جامد والالعاب بدات تعلق جامد. كمونتاج مثلا او تصميم، التليفون اللي انا بصور بيه دلوقتي ده هو اللي هو من 2019 ريدمي نوت 9، ده ممنتج عليه فيديوهات رياكت كامله وحاجات لاين كتير، وما بيرندر حسب عمره يعني، بس ما بيرندرش اللي هو الرندره الجامد، ده بيرندر. التابلت الهواوي اللي هو الميت باد بقى 11.5 اس بيرندر. واحد دلوقتي هيخش يقول لي يا اسطى طب انا ممكن اجيب دلوقتي الهواوي اللي هو ال 12.2 او ال 12 اكس، ده غالبا هيدخلنا في فئه ال 30000 او 33000 او 35000 او الفئه دي عامه. مين اللي بيوصل للفئه دي وما بيجيبش ايباد مثلا ام 3 الاير ام 3 مثلا؟ بس عامه انا بتكلم كتوتال. واحد دلوقتي يخش يقول لي يا اسطى ماله تابلت المدرسه، ماله تابلت هيستحملني؟ حبيت اقول لك ان تابلت المدرسه مش هيستحملك غير سنتين بالكتير، وهيبدا يعلق معاك تعليقه بشعه. فانت كده لازم تجيب تابلت، سواء بقى هتنزل لفئه ال 15000 مثلا تدور لك على تابلت اونر ولا حاجه. تابلتات الاونر برضو اعتماديه جدا، بس بتبقى في الفئات الاقل. لو هتعلى بالفئه مثلا ل 20000 او حاجه هتوصل مثلا لتابلتات هواوي، او هتوصل للايباد الاي 16. تمام، دي كلها حاجات بقى مغرقه السوق، سواء بقى هي مستعمله او جديده، لان في الحالتين موجود هنا وموجود هنا. هتقول لي طب ايه اقدر اجيبه في نفس الفئه السعريه؟ هقول لك ممكن تجيب الايباد الاي 16 مثلا، بس عيب الاي 16 حاجه واحده، ان هو بيجي ايباد لوحده. يعني الهواوي طبعا بيجي بالكيبورد وبيجي بالقلم، فانا ممكن انصحك نصيحه واحده بس، اللي هو انت ممكن تجيبه مثلا استعمال خفيف، هتجيبه استعمال مثلا 19000، وتجيب القلم مع الماجيك كيبورد، مش الماجيك كيبورد بتاعت ابل، ما حدش، انت عارف الماجيك كيبورد بتاعت ابل بكام؟ عامله 23000 جنيه يعني تحياتي الحاره لابل. فانت هتجيب ماجيك كيبورد عاديه هتكلف مثلا 4000، مع القلم هتوصل سعر الايباد لنفس سعر الهواوي اللي هو 25000، فهيخشوا في نفس الرينج. طبعا انت بني ادم ما بتحبش المستعمل، فاقول لك للاسف الايباد الاي 16 مع الملحقات بتاعته ممكن يوصل سعره ل 27 28، ده للاسف الشديد يعني. بس انا كمعاذ برشح لك دايما ايباد على الهواوي. حد ممكن يخش يسب لي دلوقتي يقول لي لا الهواوي وانا معتمد عليه في المذاكره وما بيعلقش. طب ما انا ما قلتش حاجه، انا قلت لك ان الهواوي ينفع المذاكره بس،
ينفع المذاكره بس، ممكن تشاهد طبعا عليه المحتوى بقى والكلام الجبير بتاع الناس الريفيور بقى اللي موجودين على اليوتيوب. كده كده هواوي يا جدعان اللي ما يعرفش دي مغرقه السوق اعلانات. يعني البني ادم الجميل اللي بيطلع يعمل لك مراجعه التابلت هواوي ما بيقولش عيوب، هو دايما بيقول مميزات، مش عارف ليه ما بيقولش العيوب. زي كده حوار ان الهواوي ما بتدعمش برضو خدمات جوجل، في حاجه اسمها جي بوكس، دي اللي بتربط خدماتك اللي هي عشان هواوي ما فيهاش خدمات جوجل، دي بقى اللي بتدخلك بطريقه غير شرعيه كده للجيميل وتخش تربط يوتيوب، والنقطه دي بتعلق. طبعا هتكلم خدمه العملاء بقى ويقعدوا يظبطوها لك، مش عارف، بس بتعلق. دي نقطه كمان يعني هقول لك اني هتكررك في الهواوي. ممكن حد دلوقتي يكون جايب الهواوي فتح الفيديو يقول لي الفيديو اللي بيظهر بعد ما جبت التابلت. قلت لك التابلت كويس حلو للمذاكره بس، طبعا حلو والباقي الحاجات عادي، بس بقول لك ان مقارنه بالحاجات التانية هو مش متكامل، هو ده مش اكتر تابلت متكامل في الفئه السعريه. ممكن تشوف لك مثلا ايباد اي 16 او الاير ام 3، او تشوف لك حتى الام 2 برو مثلا مستعمل، حاجات في الرينج دي. طبعا في ناس طبعا اللي هي بتجيب الام 5 بقى، حاجات الايباد الام 5 اللي ب 77000 والام 4 اللي ب 65000. انت بتعمل ايه عندي في الفيديو يا اسطى؟ بتعمل ايه عندي في الفيديو؟ عيب والله، عيب لما تتفرج عليا. بجد او ماي جاد، ربنا يرزقك حبيبه قلبي. بالنسبه بقى انت لو كليه بتاع الذكاء الاصطناعي وبرمجه والشغل ده، فانت هتلجا لللابات. وطبعا اول لاب هقول لك ما تجيبهوش اللي هو اللاب ال او كيو. يا جدعان شركه، انا بكره شركه لينوفو اصلا بامانه يعني. تابلت ال او كيو انا كل اصحابي اللي جابوه اللاب بيجيب شاشه بعد فتره مع الشغل التقيل. حتى انا كان معايا ال او كيو بعته وجبت لاب استيراد وهبيعه تاني عامه يعني، تبا لللابات. انا في طب بشري المفروض اصلا اتجه للتابلتات والايبادات، ماشي دي جزئيه هنركنها على جنب مالكش دعوه بيا، بكلمك في العموم. فانت لو عايز تجيب لابات هتتجه للابات اسوس مثلا طف او حاجه، او لاب استيراد. اللابات الاستيراد يا جدعان في المتناول، طبعا لابات الاستيراد زباله، بس عشان هي بتلعب في رينج سعر اصلا من 15 ل 25 بالكتير. مثلا هتشوف حاجه بقى تي 2000 او حاجه مع اي 7 جيل تاسع او جيل عاشر، الكلام ده برضو بيسد في البرمجه جامد. طالما انت مش عايز ايه اللي هو هتكلم الحاج الو انا عايز حاجه للمذاكره يا حاج، عايز ايه؟ عايز ار تي اكس 5050، اللاب ده عامل 70000 جنيه، فاهم؟ فك من الشغل ده، انا بتكلم الحاجات اللي هي تسد. انت هتدور لك على لاب استيراد ولا حاجه اي 7 جيل عاشر مع اي كارت شاشه، طبعا لانك مش هتلعب على اللاب، انت مش جايب اللاب هيسد معاك عامه. لو انت مثلا جايب لاب في رينج 24 25 او لاب استيراد، او حتى اسوس طاف مثلا بكارت ار تي اكس 2060 او 2070، هيسد معاك حتى في الالعاب، وهيسد معاك شغل البرمجه. فمش شرط بقى تنط لي اللابات اللي هي ب 70000 80000، تمام؟ عشان ما تحطش ضغط على اهلك. بالله عليك بالله عليك قدر الحاج طالع ميتين اجيب لك لاب ب 90000، عيب يا عم عيب. نخش بقى هنا في حاجه انت ممكن تكرف لللابات دي كلها وتعمل تجميع بي سي. يعني ال 25000 اللي هتجيب لك لاب مثلا، او حتى لو وصلت ل 30 وجبت الاسوس طفه مثلا او حاجه، قلت لك ابعد عن ال او كيو بالله عليك. اللابات دي مغرقه السوق عشان جايب كميات للتجار، زيها زي الهواوي برضو. الهواوي اللي هو البيبر مات بقى ال 11 ونص جاي برضو بكميات ومتغرق اعلانات، فهنبيعه. وبيكرفوا للمنافسين عشان طبعا ده معمول له اعلانات ومغرق السوشيال ميديا. نفس الحوار مع الاو كيو، اركنه على جنب. بقول لك بقى ممكن تعمل تجميع بي سي مثلا ب 25000 ب 30000، هتحط على اللاب اللي هو ب 25000 او بنفس السعر يعني. بس طبعا هو الفكره ان هو بيبقى ثابت على المكتب ومحتاج مساحه بس لا اكثر. يعني تحياتي لازمه الرامات اللي حطت على تجميعات البي سي. حتى نقطه كمان بقى، في ناس يا جدعان في كليه طب مثلا او كليات نظريه او حاجه هتقول لك ده احنا في عندنا برزنتيشن، هل ممكن الايباد او التابلت يسد في البرزنتيشن؟ الايبادات والتابلتات بتوصلها كده بوصله، بتتوصل بالكمبيوتر، بتعمل عليه بروجكت عادي جدا، تمام؟ سواء بقى ايباد اي 16 مثلا، او حتى لو هو البيبر مات برضو بيتعمل عليه بروجكتات عادي في نفس برضو رينج السعر اللي انا قلت لك عليه. لان اغلبيه التابات بتلعب في رينج سعر مثلا من 20 ل 30000، في ارخص بس ما بيكونش بالاداء، دايما السعر المنافس بيبقى من 20 ل 30. حد يخش دلوقتي يقول لي وتابلت المدرسه يا اسطى؟ بيقول له اشرب ميته يا عم، ده 32 جيجا تخزين يا عم و2 جيجا رام. ايه ده يا عم؟ ده هو ايه ده؟ ايه ده لا المفروض يشيلك ده. ماشي، في المجمل بقى خالص، لو انت كليه نظريه وبتاع تصميم هتجيب تابلت او ايباد. لو انت كليه هندسه او ذكاء اصطناعي او حاسبات وبرمجه والكلام الجميل ده، بتجيب لاب او تجميع بي سي بس. ولو في اي شركه عايزه تبعت لابات، لو هواوي عايزه تبعت ال 11 ونص اس، انا ممكن اعرض لهم عادي يعني، انا ما عنديش مانع. ابعتوا لي انستا يا رجاله، انا ما عنديش اي مانع عادي. التابلت ده توب، التابلت ده توب متكامل عادي. اهم حاجه ما تنساش اللايك والاشتراك.
اعمل فولو انستا يا محترم. السلام عليكم. هل دي كانت حياتك؟